نالت من رموز الدولة؟ بالضبط سمعناها. ويقولون سلمية؟ لا ليست سلمية. ليست سلمية. إذا يا جماعة يعني أدعو مرة أخرى الرأي العام العربي والعالمي، هؤلاء مسؤولون في جامعة البحرين وجهنا لهم سؤال، مسيرتهم في الجامعة سلمية؟ قالوا أبدا لم تكن سلمية. نريد الرأي العام يسمع، ونريد من في إذنهم وقر وصمم في قناة العالم أن يسمعون هؤلاء الرجال الثقات أبناء البحرين، وليسوا المراسلين المأجورين الذين يقدمون لهم التقارير المزيفة. الآن عندنا لقطات، خلينا نشوف اللقطات من جامعة البحرين. أول شيء أول ما الجامعة دشيت شفت الناس متجمعين في الصوب، والناس متجمعين في الصوب الثاني، في ناس متجمعين شايلين صور، وفي ناس متجمعين قاعدين يقولون كلام وكذي. المهم صار بينهم شبوك بسيط. الأمن مال الجامعة خلى كل مجموعة تدش في مبنى في الصوب، جمعت كل مجموعة في الصوب عشان ما يصير شنو مشكلة. تم ان احنا في المبنى زين. فترة مرت شفنا باصات سويلات داشين زين. عوادم نازلة عندها كل انواع الاسلحة. حلو اشياء يعني انا بعرف شلون دش الجامعة، يكسر طق السكيورتي ويدشون البوابة زين. وقاعدين يحوطون المبنى اللي احنا كنا فيه كله، يعني عدد وايد عود اكبر ما تتصور. يمكن احنا كنا 50 60 واحد، وهم يمكن وايد عدد خيالي من كل مكان. احنا البيبان مال المبنى كانوا مقفلين، واحنا كنا حاطين الكراسي والطاولات ومجمعينهم صوب البيبان. صارت تفل حاصة اول شيء زين. في ناس تعوروا شيء بسيط، اصابات بسيطة شوي. لما تكسروا الجامات مال البيبان نشوف هاي مال الحريق ذي اللي يستعملونه في الجامعات وهاللون، هاي الدخان نشوف حاطينه في كل باب وقاعدين يطشرون علينا. يعني المبنى انحكر كامل، اختنقنا ما حسنا بشيء زين. شوي لا نشوفهم داشين علينا من كل صوب، في يدهم جميع انواع الاسلحه. حاولت اني اسوي شيء لكن ما في فايده، يعني لهوان على يعني يبي كل واحد على 50 60 عشان نقدر عليهم. المهم صادوني طقات في كل مكان، وايد طبوا علي زين. بشيول صادوني فوق راسي زين. هني بعد صادوني شيول، هني صادوني لوح هني، وهني عندك مود والله صادوني. يعني المهم الحمد لله يعني ان ربعي يسحبوني زين بالزور ودوني الطابق الثاني. الطابق الثاني هنا كلنا تجمعنا لان هم صاروا عدد خيالي واحنا شوي. حاولنا ان شنو نسك الداري، تمنا نحط الطاولات والكراسي وهالسوالف نقطتهم على الدار عشان شنو ما حد يقدر يطلع لنا. وقاعدين نسمع صوت اشياء تفلع واشياء تكسر واشياء، يعني موقف خيالي. قاعدين نتصل في الشرطه، لحقونا يقولون لنا احنا عند بوابه الجامعه مثلا، يعني ناطرين الاذن علشان يدشون لنا. قاعدين نقول لحقونا خلاص، يعني احنا خلاص ما بقى منا شيء، يعني ما حد لنا. هاي بالمعنى لا امن لا شرطه لا. احاول قد ما اقدر اتصل حق احد، وانا لا اول ما انبط راسي دخت كانوا الشباب الله يجازيهم خير وموكليني على صوب وحاطيني على صوب قاعدين يروعوني. المهم شوي وهم اللي قاعدين يطقون فينا انزين. قاعد نطل من الجامعة نشوف الاسعافات جايين. الاسعافات تشيل اوادم ما فيهم شيء من صوبهم وتشيلهم، يعني شيء ما له داعي كلش. يمكن هذه عود بالنسبة لهم. تمينا فترة، تمينا الحمد لله يا الشغب وكلهم شردوا الحمد لله يا الشغب. هم شردوا يعني شيء خيالي، يعني اذا تشوف من الجامعة ما تصدق. وعقب ما صار كذي طلعونا برا احنا المصابين. كان في سيارتين اسعاف هناك زين. يا طلع على راسي قالوا لي ما فيك شيء، وحطوا علي لاصقه ولفوا علي. مني ما فيك شيء، لاصقه ولفوا علي. يعني ما يقولون لي روح مستشفى شيء. والله الحمد لله ان اخوي شالوني ودوني المستشفى حق شنو يعالجوني. اكو خيطوا راسي واكو مني يقولون لي اكو يعني ان شاء الله لا، يعني الله لا يقول في احتمال انفصال يعني في الشتاء.
هذه لقطات دكتور نشوف الجامعة دي. طيب. بعض اللقطات داخل الجامعة وبعضها خارج الجامعة الآن. خارج اسوار الجامعة. نعم. طيب يعني محمد اخوي اذا تسمح لي احنا نشوف السكين الان في يده، عصي، قضبان حديدية، سكاكين، حجارة في جامعة البحرين، هجوم على طلبة. الآن الطالب الجامعي اللي سرد قصته، يعني أنا والله ما بعلق على الصور، بخلي الناس، يعني الصور تعبر عن نفسها بدون تعليق، خلي الناس تشوف الصور، تشوف ما جرى في جامعة البحرين داخل وخارج الجامعة. هاي الصور وصلتنا للتو ونعرضها عليكم اخواننا المشاهدين للمرة الأولى. هاي اخو محمد المبنى رقم 20. المبنى هذا بالكامل دمر بالكامل وحرق بالكامل ودمر كل ما فيه، يعني المبنى لا يصلح نهائيا للاستخدام. هذه المساحة اللي بين هذا مدخل إدارة الجامعة كسر بعد، كانت في محاولة لدخول إدارة الجامعة، وفي مباني كسرت في مبنى تسهيلات، مباني كثيرة. هاي طبعا صور من هذا مدخل كلية إدارة الأعمال. العنف يعني واضح، مستوى التحطيم والتخريب في الجامعة واضح. لو أسألك دكتور، نعم، جاوبني بصراحة، من اللي قام بهاي الأفعال؟ الجماعات اللي تقول عنها معارضة أو الجماعات الأخرى؟ من اللي قام فيها؟ والله أنا ما أقدر أقول من بالضبط، بس أدري مجموعات كبيرة من الطلبة، مجموعات كبيرة من الطلبة من كل يعني إناث وذكور ظهروا وقاموا بهذا العمل، والتكسير هذا واضح، وهذا كله يعني يرجع إلى جامعتهم الوطنية. الطالب في جامعة البحرين محمد يدفع 6% من قيمته فقط، الدولة تساند الطالب ب94% من قيمته، يعني الطالب